في الجولة الثانية من بطولة نجوم سداسيات كرة القدم التي تحتضنها لندن، فاز سداسي فرنسا على النظير البرتغالي، وأمطر النجوم السابقون للمنتخب البرازيلي الشباك الصينية بسباعية. بعد هزيمته في اليوم الأول أمام السداسي الألماني ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، تمكن سداسي فرنسا من التدارك بفوزه على نظيره البرتغالي ب3 أهداف ل2، ملحقا الهزيمة الثانية برفقاء ديكو. أهداف الديوك تعاقب على تدوينها كل من القائد روبر بيريس ولودوفيك جيولي وإيريك أبيدال. في المجموعة ذاتها وبعد فوزهما في الجولة الأولى، تعادل سداسيا ألمانيا والدنمارك ب2 في كل شبكة. وفي المجموعة الثانية لم يرأف سداسي البرازيل بقيادة ريفالدو بنظيره الصيني حين أمطر شباكه بسباعية دون رد اختتمها جونينيو في الثواني الأخيرة. فوز هو الثاني للبرازيليين بعد الفوز على إيطاليا في الجولة الأولى. ضمن المجموعة ذاتها انتفض الإيطاليون بعد هزيمتهم الأولى وأنعشوا حظوظهم بالفوز على سداسي نيجيريا ب2-0. هدف الأتسوري حمل توقيع أليساندرو ديل بيرو وستيفانو فيوري، بينما حمل هدف نيجيريا توقيع ياكوبو. وفي المجموعة الأولى واجه الإسبان سداسي المكسيك، رفقاء كارلس بويول تأخروا بهدف عدة دقائق قبل أن يتمكنوا من التعديل ثم توقيع هدف الفوز في الثواني الأخيرة عبر ميتشيل سالغادو، انتصار هو الثاني لإسبانيا. السداسي الإنجليزي الذي تلقى هزيمة قاسية في المباراة الأولى على يد نظيره الإسباني واجه سداسي اسكتلندا بأمل التدارك وإحياء أماله. مايكل أوين منح إنجلترا التقدم ب2 قبل أن يقلص الاسكتلنديون الفارق بهدف مارك بارتشل، لكن القائد ستيفن جيرار أضاف الهدف الثالث لإنجلترا.